الملخص بتاعنا بيبدأ مع واحدة شاطرة وذكية جدا اسمها بيري، وهي قاعدة مع مستثمر كبير جدا وبتتكلم معاه بمهارة وبتقدر تقنعه وتخليه يتفق معاها على مشروع ذكاء اصطناعي كبير جدا ومهم للشركة بتاعتها، وهو بيقتنع بكلامها على طول وبيقول لها بابتسامة ان هي ست دايما شغلها مظبوط وما فيهوش غلطة، وانه اكيد هيكون مبسوط ومرتاح جدا بالشغل معاها. وبعد شوية بتيجي صاحبتها الانتيم وهي بتقول لها انها مش فاهمة ليه واحدة زيها عندها التفكير ده والشغل الكويس والموهبة دي كلها تلغي نفسها واسمها عشان خاطر حد. فبتقول لها بيري بهدوء انها مش بتلغي نفسها ولا حاجه، ولكن هي بتساعد جوزها مش اكتر وعايزاه ينجح. وجوزها بيرن عليها في الوقت ده وهو متعصب جدا وبيقول لها ان الشركه اللي هو كان رايح يمضي فيها العقد المهم مش عايزين يدخلوه ولا يقابلوه. وساعتها بتقول له بيري انها قالت له من البدايه وحذرته ان الشركه دي صعبه جدا في التعامل، وان هو عشان يخشها ويمضي العقد محتاج كذا حاجه وواسطه، والحاجات دي كلها مش عندهم اصلا. بس هي بتطمنه وبتقول له انها تتصرف، وفعلا بتتصل على رجل اعمال صاحب الشركه الكبيره وبتروح لحد عنده في مكتبه وبتعمل معاه الاتفاق بمهاره وبتخلص كل حاجه وبتمضي العقد. ولما بيسالها بفضول هي ليه ممكن تسيب مجدها واسمها في شركتها الكبيره اللي كانت فيها وتبقى في شركه صغيره ومجهوله زي دي، وكمان كان يعمل معاها شغل كبير جدا ومربح لو كانت لسه في شركتها. فبتقوله بابتسامه انها تجربه جديده وحابه تجربها، وبتخرج وبتقول لنفسها بحزن انها اتجردت من شخصيتها الحقيقيه وهي سيده اعمال مشهوره وناجحه عشان خاطر جوزها، لانه مش عارف الحقيقه دي ومش عارف قدراتها، وهي مش عايزاه يحس بالنقص او ان هي احسن منه. وبعدين بتخرج من الشركه وهي رافعه راسها وبتقابل جوزها اللي بيكون واقف مستنيها في الشارع وبيشكرها جدا على وقفتها جنبه وانها قدرت تخلص الصفقه المعقده دي. ولكن لما الاتنين بيرجعوا على الشركه الصغيره بتاعتهم وهم فرحانين بيلاقوا الرئيس التنفيذي الجديد للشركه متعصب على الكل وبيزعق، وبيتعصب عليهم اول لما بيشوفهم لانهم خرجوا في وقت الشغل من غير اذن، وبيسال بعصبيه هما كانوا بيعملوا ايه بره. وساعتها زوجها هارو بيقول له بتوتر انه كان بيخلص اوراق الشغل وبيفرجوا على العقد اللي بيكون مبهر جدا ومفاجاه بالنسبه للرئيس التنفيذي. وطبعا مش بيكون عند بيري اي حاجه تقولها وبتسكت، وعشان كده المدير بيتعصب جدا على بيري وبيقول ان هي شغاله في شركه محترمه وان هي مش هينفع يشتغلوا بالاسلوب ده لان كل البنات والموظفات الموجودين هنا بيقلدوها وبيخرجوا زيها وان هم كلهم هيطردوا بسببها. وساعتها في بنت موظفه بتقوم وبتقول بشجاعه ان كل حاجه حلوه بتحصل في الشركه دي بسبب بيري اصلا، وان هي اللي موقفه الشركه على رجلها بمجهودها. ولكن هو مش بيسمع الكلام ده خالص وبيقول بغرور ان هي السبب في ان هم كلهم مش بيسمعوا الكلام وان هي لازم تمشي وتستقيل. وساعتها بتقول له بيري بكرامه انها تسيب الشركه فعلا ومش هتقعد فيها دقيقه، ولكن محتاجه كل تعويضاتها عن كل المشاريع الناجحه اللي هي عملتها وكمان المكافآت بتاعتها. وبعدين بتلم حاجتها وبتسيب الشركه وبتمشي. وعشان كده المدير بيقول للمساعد بتاعه بخبث ان هم لازم يتصرفوا في العماله النسائيه اللي موجوده في المكان ويقللوها لان هو مش بيحب يشتغل معاهم. وهارو بيطلع يجري ورا بيري في الشارع وبيقول لها بمسكنه انه اسف جدا عشان كان ساكت جوه وما دافعش عنها، ولكن هو لو اتكلم كان ممكن يمشي معاها وفي وقتها مش هيقدروا ان هم يعيشوا سوا ولا يفتحوا البيت بتاعهم. وبيطلب منها بحنيه مزيفه ترجع البيت وتحافظ على نفسها وعلى صحتها، وان هو جه الوقت عشان يخلفوا ولد يفرحوا بيه، وبيكون هو مبسوط جدا من جواه انها مش هتشتغل تاني وان هو الكيان الوحيد اللي هيكون في البيت بيصرف عليها ويتحكم فيها عشان هو بيكون عنده عقده نقص كبيره. وفي الوقت ده لما هو بيمشي بيتصل بيها رجل اعمال اللي مضت معاه وبيقول لها انه عايز يكلمها في الشغل، بس هي بتقول له باحباط انها سابت الشركه خالص. وساعتها بيكون قاعد معاه في المكتب صديقه هيون وبيطلب من رجل الاعمال ده انه يخليها تيجي هنا فورا. وفعلا بيري بتروح وبتقابل هيون عنده في المكتب وبيقول لها انه معجب بدماغها جدا وبشغلها وذكائها وانه عايزها تكون رئيسه قسم الاستثمار عنده في شركته الكبيره. ولما بتقول له بتعب انها مش عندها اي وقت وانها عايزه تتفرغ للبيت وجوزها، بيقول لها ان ده مش شيء كويس ابدا وان هي اللي هتكون مضروره في النهايه لان هي شاطره قوي. وبيقول لها كمان صدمه انه وافق على الشغل معاهم عشان بس اسمها كان موجود في العقد، ولكن هو ممكن يلغيه من الصبح لو هي مش موجوده. ولكن هي بتقول له انها تفكر في العرض ده وبترجع على بيتها وهي محتاره. وبيكون موجود هناك هارو بيتعصب جدا عليها اول لما بتدخل انها كانت بره وما رجعتش البيت على طول عشان تعمل الاكل وتنظف، بس هي بتقول له بدي انها مش فاضيه وكان عندها شغل ومشوار مهم. ولكن وهم بيكلموا بيوصلوا مكالمه صدمه ان المستثمرين سحبوا ايدهم من الشغل ولغوا العقود، وعشان كده بيرجع الشركه بسرعه وهو مرعوب وبيتكلم مع المدير وبيقول بكذب ان اكيد بيري هي السبب وان هي عشان مشيت باعت اسرارهم للمستثمرين وانتقمت. وعلى الرغم ان هي كانت بتساعده لسنين وواقفه جنبه هو قرر انه يكون وحش معاها ويتبلى عليها. وهي اول لما بتصحى الصبح بتتصل على صاحبتها عشان تفهم منها ايه اخبار الشركه، ولما بتعرف ان الاخبار زي الزفت والشركه بتنهار بتتصل على هيون فورا وبتقول انها موافقه على الشغل اللي هو قاله ليها. وبعدين بنروح الشركه عند رجل الاعمال وبيكون هارو واقف مستنيه بره، واول لما رجل الاعمال بينزل بيقول لهارو ببرود انه مش عايز كلام كتير وان هم يعملوا المشروع عشان خاطر رئيسه الاستثمار الجديده بتثق فيه هو شخصيا، وعشان كده هو بياخد مقلب في نفسه وبيفتكر انه بقى مشهور ومهم وبياخد اصحابه عشان يروحوا يسهروا مع بعض ويحتفلوا. ولكن لما بيرجع بالليل البيت بيكون سكران جدا وبيزق بيري على الارض بقسوه وبيتكلم معاها بعجرفه زايده.
سكتة وتكبر، وبعدين بيخش ينام ويشخر، وهي بتفضل قاعدة على الأرض تفتكر الأيام الحلوة اللي هو كان كويس معاها، زي إنه كان بيغسل رجلها أول لما بترجع من الشغل تعبانة، أو حتى إنه بيعمل لها الأكل بإيده لأنه كان بيقدر إنها شايلاه حرفيا وشايلة الشركة. بس هي بتقول لنفسها بضعف إنها لازم تفتكر كل اللحظات الحلوة دي وتسامحه، وإن هو مضغوط مش أكتر. ولكن هو تاني يوم الصبح بيندمها على التفكير ده وبيصحيها وهي واقعة على الأرض، وبيقول لها بأسوأ تقوم تعمل فطار حالا. وكمان لما بيقوموا عشان يفطروا مش بيعجبوا الفطار بتاعها، وبيقول إنه مش حلو تماما مع إن الفطار حاجة سهلة، وإن هو قدم لها في كورس تربية منزلية عشان تقدر إنها تكون ست بيت شاطرة وتتعلم الطبخ. وبعدها بيروح الشغل وبيتكلم مع الرئيس التنفيذي وبيقول له إن المشروع بتاعهم قرب يكتمل، والمدير بيقول له إنه صاحب اللحظات الحاسمة والنجاح، وإنه واثق فيه جدا عشان يقدر إنه ياخد عقد الشراكة. وبيقول له كمان إنه لو عايز يرجع بيري الشغل هو مش هيكون عنده مانع عشان تساعدهم. ولكن هارو هو اللي بيرفض بغرور وبيقول إنها مش عايزة ترجع الشغل أصلا، وإن هي خلاص بقى عندها 31 سنة، يعني كبرت وعجزت. وبيقول الرئيس التنفيذي إنه شايف فيه رجل أعمال كبير ومستقبل باهر، ولكن كان لازم إنه يكون عنده طموح أكبر. فبيقول له هارو بمسكنة إنه بيتعلم منه دايما، وساعتها طبعا الرئيس التنفيذي بيفرح بيه جدا وبيعجب بالكلمتين دول، وبيقول له إن دلوقتي لازم يمشوا فورا عشان خاطر إن هم يروحوا يقابلوا رئيسة قسم الاستثمار الجديدة في شركة يون ويمضوا العقد، ودي بتكون فرصة كبيرة لهارو يثبت فيها نفسه. ولكن الاتنين بيتفاجئوا وبيقفوا مكانهم أول لما بيرحبوا بيها عند الأسانسير وبيكتشفوا إنها بيري. وساعتها بيقول لها هارو بعصبية وتكبر هي ليه مش في البيت، وإن هي دلوقتي عندها حصة في كورس الطبخ، وإن هم دلوقتي مستنيين شخصية مهمة جدا ومش بيدوها فرصة حتى عشان خاطر إنها تقول إنها رئيسة قسم الاستثمار الجديدة، وبيطلبوا منها تمشي وتغور من وشهم. بس هي بتقول لهم ببرود إنها لو مشيت مش هيقدروا إن هم يمضوا عقد الاستثمار ده أبدا. والرئيس التنفيذي بيتعصب ويطلب من الأمن يطردها بره الشركة، ولكن هيون بيوصل في الوقت المناسب ده وبيزعق وبيقول لهم إنه مش هيسمح ليهم يعاملوا رئيسة الاستثمار بتاعته بالشكل المهين ده. ولكن رئيس الشركة التنفيذي مش بيكون مصدق إن هو ده هيون صاحب شركات جيانج الكبيرة، وبيقول باستهزاء إنها جايبة واحد من الشارع عشان يمثل معاها. وجوزها بيقول لها بأسوأ إنها كده بتخسر كل حاجة ومش بتكسب، ولكن هي مش بترد على كلامهم المستفز، وبتوصل هيون وبتقول له إن هم لازم يرجعوا في كلامهم ويفكروا تاني في عقد الاستثمار ده. وفعلا بيمشوا ويسيبوهم، والرئيس التنفيذي مش بيكون فارق معاه خالص لأنه بيكون فاكر إن هم كدابين وممثلين. وتحت في الشارع بتتكلم بيري مع هيون وبتقول له إنها أسفة جدا على الموقف اللي حصل ده، بس هو بيقول لها بابتسامة إنها مش لها أي ذنب، وإن اللي فوق دول هم اللي مش عارفين قدراتها ولا قيمتها، ولكن هو قادر يعرف ده ويقدره جدا، وإن هو أكتر واحد هيحطهم في منافسة قوية مع باقي الشركات. وساعتها بتشكره من قلبها وبتقول له إنها لازم تمشي دلوقتي، فبيقول لها إنها تاخد بالها من نفسها. وفي نفس الوقت ده بيكون الرئيس التنفيذي وهارو مستنيين في المكتب أي حد يوصل من الشركة، ولكنهم مش بيلاقوا حاجة. وكمان بيلاقوا خبر نزل على الإنترنت فجأة إن شركة جيانج هتعمل شراكة مع شركة غيرهم، وعشان كده بيتعصب على هارو وبيطلب منه يشوف الموضوع ده ويتصرف. وفعلا هارو بيتصل على شركة جيانج وهو متوتر، وهناك الموظف بيقول له إن هم لازم يراجعوا اللي هم عملوه وسوء تصرفهم، لأن رئيسة الاستثمار مش راضية عنهم تماما وبيقفل السكة في وشه. وساعتها الرئيس التنفيذي بيبدأ يستوعب الصدمة إنه ممكن تكون فعلا بيري هي الرئيسة الجديدة، وعشان كده بياخد هارو وبيقعدوا مع بعض في المكتب وبيبدأوا يتكلموا وبيقولوا إن هم لازم يشوفوا حل سريع في المشكلة دي. وعشان كده هارو بيقول بغرور إنه هيقدر يوصل للرئيسة التنفيذية الحقيقية عشان يقدر يفهم هو إيه اللي حصل. وأول لما بترجع بيري بالليل على البيت بيبدأ هارو إنه يتعصب عليها ويزعق، وبيقول لها إن كل حاجة حصلت النهارده والمشاكل دي كانت بسببها، وإن هو مش قادر يسامحها على إنها بتتصرف التصرفات الطفولية دي، وبيطلب منها بعنف إنها توقف اللي هي بتعمله. ولما بتقول له إنها عايزاه يثق فيها وبس بيقول لها بأسوأ إنه مش عايز يثق فيها أصلا، وإن هي مجرد ربة منزل ملهاش لازمة. وساعتها بتقول له بيري بكسرة إنها مش عايزة تسمع الكلام الجارح ده تاني، بس هو بيقول لها بغل إنها عايزة تخرب حياته وعايزة إنها تخليه يكون ضعيف دايما عشان تقدر تكسره وتتحكم فيه. وبيسيبها ويمشي ويقفل الباب وبيخش يكلم والدته في البلكونة اللي بتقول له بتبجح إنها عايزة منه 100,000 يوان عشان خاطر هي حجزت رحلة غالية ومحتاجة فلوس. وعشان كده تاني يوم الصبح بيقول لمراته بيري إن والدته عايزاها تسافر معاها في الرحلة دي، وطبعا بيقول لها كده عشان هي اللي تصرف من جيبها وتدفع. وفعلا بتروح بيري مع والدته وهي ساكتة، ولكن أول لما بيوصلوا على البيت بتبدأ بيري تشتكي من هارو إنه اتغير معاها جدا وبقى قاسي. وساعتها بتقول لها حماتها ببرود إن هو حكى لها عن كل حاجة وإن هي اللي غلطانة في حقه. ولما بتحاول بيري تقول لها إنه بيحكي كل حاجة غلط ومش بيقول الحقيقة مش بتسيب لها أي مجال تتكلم، وبتقول لها بأسوأ إنها لازم تتعلم تكون زوجة صالحة وتسمع كلام جوزها. وبتسيب بيري واقفة وبتمشي عشان بيري تتأكد في اللحظة دي إن هم كلهم عيلة مجانين ومستغلين. وفي نفس الوقت ده بنشوف هارو وهو واقف بره في قاعة الانتظار مستني يقابل هيون أو الرئيس التنفيذي للشركة الكبيرة عشان يمضي معاهم العقد، وبيكون متوتر وعمال يمشي رايح جاي وهو بيبني أمال كبيرة على المقابلة دي، وبيفكر في الفلوس اللي هتدخله والمكان اللي هيوصل لها. ولكنه بيتفاجئ أول لما الرئيس التنفيذي بينزل من مكتبه ومش بيتكلم مع هارو أصلا، وبيمشي من جنبه كأنه هوا، وبيطلب منه ببرود إنه يستنى شوية كمان بره وما يعملش دوشة لأنه مشغول جدا. وفي نفس الوقت ده وفي مكان تاني خالص بنشوف مراته بيري الطيبة وهي بتدوق الويل من حماتها المفترية اللي بتكون قاعدة في البيت زي الحاكم العسكري
بيري ومش راضيه تماما عن طعم الاكل اللي بيري واقفه تطبخه طول اليوم، وبتقول لها بأسوأ انها لازم تتعلم الاصول وتعمل الاكل وتتعلم الادب في الكلام مع الكبار. وبتبدا حماتها انها تعلم بيري النظام وتمسح بيها الارض بالكلام الجارح. وبيري الطيبه مش بتكون متضايقه من حاجه زي كده وبتستحمل اهانه عشان جوزها وبيتها يفضلوا مستقرين. ولكن في عز المشاكل دي التليفون بيرن، ولما بيري بترد بتلاقي ان الرئيس التنفيذي للشركه بيتصل بيها وبيقول لها بصوت حازم انها لازم ترجع الشركه بسرعه عشان الشغل محتاجها جدا وفي ازمه كبيره ولازم هي اللي تحلها بدماغها. ولكن حماتها المفتريه بتخش عليها الاوضه في الوقت ده وبتزعق بصوت عالي وبتقول لها ان الكلام في التليفون ممنوع وهي بتشتغل في شغل البيت، لان هي كده مش هتكون مركزه في الطبيخ، وان هي لازم وهي بتشتغل في البيت تركيزها كله يكون في الشغل وبس وتنسى اي حاجه تانية وما تبصش في اي شاشه عشان دي اصول الستات المحترمه. ولما المده دي بتخلص وبترجع بيري على غرفتها في البيت بالليل وهي تعبانه جدا بتقول لنفسها ان ده وقت الشغل الحقيقي بتاعها، وبتقعد على جهاز الكمبيوتر بتاعها وبتبدا انها تشتغل وتراجع الملفات، وبتتصل على الرئيس التنفيذي في وقت متاخر جدا من الليل وبتطلب منه بذكاء انه يدي هارو جوزها فرصه كبيره وان هو يتصل بيه الصبح بدري ويقول له انه وافق يديله مشروع بنسبه 5% من قيمه المشروع الكلي عشان ترفع من معنوياته وتفرحه. وفعلا اول لما بتخش الغرفه عشان تنام بتلاقي مكالمه جات لجوزها عن الشغل والمشروع ده، فبيقوم هارو بسرعه من السرير وهو مبسوط جدا وبيلبس وبيمشي ويسيبها وهي بتنام من التعب. ولكن فجاه بتلاقي نفسها صحيت مفزوعه على صوت دوشه وفي اطفال كتيره جدا حواليها بيجروا في الاوضه، وحماتها واقفه فوق دماغها زي العسكري وبتقول لها بامر ان الساعه 7 الصبح وان هما لازم يفطروا حالا. وبنعرف في اللحظه دي ان حماتها الشريره جابت اخوات هارو البنات مع اطفالهم المزعجين عشان يقعدوا هنا في البيت، وكلهم بيكونوا عبء على بيري، والبنات دول بيبداوا ان هم يفتحوا ادراج بيري ويستخدموا الادوات الشخصيه بتاعتها والمكياج الغالي من على التسريحه ويبهدلوه، وبيكونوا مبسوطين جدا وبيضحكوا بصوت عالي. ولكن هي بتكتم غيظها ومش بتعترض عشان مش عايزه مشاكل من الصبح وبتفضل الهدوء. وبعدين وهي خارجه من الاوضه بتسمعهم من ورا الباب وهم بيتكلموا عنها وبيقولوا بتبجح ان هي دلوقتي عايشه بس بسبب اخوهم هارو الشهم، لان هي كانت هتموت ولكن في حادثه كبيره هو اللي انقذها. ولكن هي وقتها بتفتكر تفاصيل الحادثه القديمه دي وبتفتكر انها وقت الحادثه اصلا عمرها ما شافت وش الشخص اللي انقذها وطلعها من العربيه، وان هي بس لما صحيت في المستشفى شافت ان هارو هو اللي قاعد جنبها على السرير ماسك ايدها. ولكن هي اقنعت نفسها ان هو اكيد هو اللي انقذها وتعب عشانها، وعشان كده هي لحد النهارده بتحترمه جدا وشايلاه فوق راسها ومش عايزه تزعله ابدا وبتستحمل عيلته. ولكن حياتها الهاديه بتبدا انها تبوظ بسبب الاطفال المزعجين اللي بيكونوا قاعدين بيلعبوا في كل حته في البيت، وحماتها وبناتها اللي بياكلوا وبيرموا الاكل في الارض من غير اي احترام، وهي المفروض انها تنظف كل ده وراهم زي الخدامه المطيعه من غير ما تشتكي. وحتى لما بتحاول تدافع عن نفسها وبتقول لحماتها انها لازم تروح الشغل عشان عندها التزامات مهمه، حماتها بترفض بشده وبتقول لها بتخلف ان الستات المحترمات مش بتشتغل وقعدتهم في البيت لخدمه جوزهم وعيلته احسن. وفي الوقت ده بيرجع هارو البيت وهو مغرور وبيبدا يقول لامه بغرور انه هيترقى الاسبوع الجاي وهيمسك منصب كبير جدا في الشركه، وبيرمي كلام قاسي زي السم لمراته ان بيري دي مجرد واحده فاشله وان هو شخص ناجح وبيقدر يوصل اللي هو عايزه. ولكن هي بتسكت ومش بتعمل اي حاجه وبتاخده على اوضته بهدوء عشان ينام. وفعلا اول لما بيدخل وبينام وبيلمس بس السرير بيروح في النوم، ولكنه بيبدا يخرف بالكلام وهو نايم وبيقول بصوت واطي انه مش هو اللي انقذها اصلا في الحادثه دي وانها مخدوعه، وهي مش بتكون فاهمه هو قال ايه بالظبط وبتحاول تكذب ودنها، ولكن بتقول لنفسها ان دي مجرد تخاريف نوم بسبب الضغط ومش لازم تركز معاه وتعمل مشكله. وتاني يوم الصبح بدري بيري بتكون مجهزه نفسها ونازله عشان خاطر تروح المكتب لان هيون هيجي يوقع معاها العقد المهم جدا اللي هيغير مسار الشركه. ولكن حماتها بتقف قصاد الباب زي السد وبتقول لها ان مفيش خروج من البيت نهائي وانها لازم تقعد تطبخ وتخدمهم. بس المره دي بيري بيفيض بيها وبتزق حماتها على الارض بقوه ومش بيهمها اي حاجه وبتمشي وتخرج من البيت وهي مصممه على طريقها. وبعدين بيشوف هارو قاعد مع الرئيس التنفيذي للشركه وبيبدا يسال بفضول عن رئيسه الاستثمار الجديده وشكلها وطبعها وازاي يقدر يكسبها لانه بيكون عايز انه يخش يتقرب منها عشان مصلحته الخاصه. وبيفضل الرئيس التنفيذي يجاوب على اسئلته السخيفه وهو متضايق جدا من تطفله. واول لما بيصلوا الاثنين عند مكتب رئيسه الاستثمار عشان يقابلوها بتيجي لهارو مكالمه فجاه من والدته، ولكن اخته هي اللي بترد عليه وبتصطنع الانهيار وبتقول له انه لازم يرجع البيت حالا لان والدته تعبانه جدا والدكتور قال ان هي في حاله حرجه. وساعتها هارو بيتخض وبيرجع البيت جري وبيسيب توقيع العقد واهم صفقه في حياته اللي كان بيحلم بيها. واول لما بيرجع البيت بيلاقي اخواته البنات قاعدين بيمثلوا الحزن وبيقولوا بكذب ان والدته تعبانه بسبب مراته بيري اللي ضربتها وزقتها على الارض بقسوه عشان كانت عايزه تخرج من البيت من غير اذنها. وبتقول امه ليه بمسكنه انها مش ليها غيره في الدنيا دي وانها خايفه عليه وعايزه تسيبه مطمنه وان مراته دي ست قاسيه وان هي دايما بتعاملها وحش ومش بتحترم السن اللي ما بينهم ولا بتقدرها. وعشان كده هارو بيتعصب جدا وبيرن على بيري وبيطلب منها بعصبيه ترجع البيت حالا. وفعلا بيري بتسيب اللي في ايدها والشغل وبترجع البيت في وقت قصير جدا وهي مخضوضه. واول لما بتخش من الباب هارو بيهجم عليها وبيضربها بالقلم على وشها بقوه وبيقولها بغل انه ممكن يسكت على اي حاجه في الدنيا الا انها تضرب امه وتشتمها في بيته وانها لازم تنزل على ركبتها وتعتذر من والدته حالا قصاد الكل
الكل. بس هي بتبص له بصدمه وبتقول له الدموع بتنزل من عينها ان دي اول مره يضربها ويمد ايده عليها من يوم ما عرفته، وانه وعدها زمان انه عمره ما هيمد ايده عليها ابدا زي ما كان ابوها بيعمل في امها زمان. ولكن هو بيبص لها بقسوه وبيقول لها انها لازم تنسى كل حاجه قديمه وعدها، وان هو من النهارده لازم يربيها ويعلمها الادب. وساعتها بيري بتمسح دموعها بايدها وبتقول له بقوه انها استحملته زمان واستحملت سوء معاملتهم عشان خاطر فضل واحد بس ان هو اللي انقذها من الموت، ولكن هي من النهارده مش هتستحمله تاني ابدا ومش هتكمل معاه في العلاقه السامه دي دقيقه واحده، وبتقرر تسيبه وتخرج من البيت. وبعد المشكله دي بتروح بيري على حانه وبتشرب وبتفتكر ذكرياتها القديمه لحد لما بيوصل هيون، لانها بتكون اتصلت بيه وهو بيجي قلقان عليها جدا. ولما بيقرب منها وبيشوف اثار الضرب والالم على وشها الجميل بيتعصب جدا وبيكون عايز يروح دلوقتي حالا عشان يضرب هارو، بس هي بتمسك ايده وبتطلب منه يقعد معاها ويسيبه من هارو خالص وما يعملش مشاكل. وبتفضل تحكي له عن حزنها وانها كانت اصلا مش بتحب كل الرجاله وبتبعد عنهم بسبب ان هي كانت دايما بتشوف ابوها بيضرب والدتها كل يوم، وان هو كمان كان بيضربها وهي طفله من غير رحمه. وعشان كده كانت بتحب هارو لان هو الوحيد اللي عمره ما كان بيعاملها زي ما ابوها كان بيتعامل مع الستات، وكان دايما حنين معاها وبيطبطب عليها. وهيون بيفضل يطبطب عليها بحنيه وبيقول لها ان مش كل الرجاله وحشه وان الدنيا لسه فيها خير. بس هي بتقول له بوجع انه كان كويس جدا معاها لدرجه انه فادها بحياته وانقذها في الحادثه، بس هو بيبص لها بجديه وبيقول لها ان حياتها كلها مبنيه على كذبه بسبب ان الشخص اللي انقذها اصلا من الحادثه دي بشجاعه مش جوزها الكذاب هارو، لان هو هيون بنفسه اللي انقذها وطلعها من العربيه قبل ما تنفجر. بس هي مش بتستحمل تستوعب الكلام الصادم ده لان هي بيغمى عليها تماما في الوقت ده من كتر الضغط النفسي، وبياخدها هيون في حضنه وبيشيلها بخوف على البيت بتاعه الكبير، والمساعده بتاعته بتيجي وبتهتم بيها. وبعدين بتخرج وتقول له ان هي هتكون كويسه ولكن محتاجه ترتاح وتفوق من الصدمه. وتاني يوم الصبح هارو بتحصل معاه مشكله كبيره جدا في مكتب المدير، وبيقول له المدير بعصبيه انه خلى مراته الشاطره تسيب الشغل وتمشي عشان كانت مش بتشوف شغلها كويس بسببه، وان هو امبارح ساب توقيع العقد المهم جدا ومشي باستهتار. بس هارو بيدافع عن نفسه ببرود وبيقول له انه كان عنده مبرر منطقي، وهو ان والدته كانت تعبانه بسبب مراته اللي كانت بتعاملها باسلوب مش حلو وضربتها. وساعتها المدير المتخلف بيقول له انه عمل الصح وانه راجل وانه لازم يربي الست دي. وفي نفس الوقت ده بتكون بيري لسه صاحيه من النوم في بيت هيون وهي حاسه بوجع في دماغها، وساعتها المساعده بتاعته بتخش الاوضه بابتسامه وبتقول لها انها مش لازم تقلق خالص لان هي فضلت معاها طول الليل تراعيها، وان هيون اصلا راجل محترم وراح فندق نام لوحده هناك وساب لها البيت. وبتقول لبيري ان هي وهيون علاقتهم زي الاخوات بالظبط ومفيش بينهم اي حاجه، وان هو كلفها شخصيا تمسك قضيه طلاقها من جوزها هارو بسبب ان هي خريجه حقوق شاطره جدا في شغلها. وبتقعد بقى معاها المساعده وبتاخد منها شويه تفاصيل عن جوزها وحياتهم. وبرده لما بتيجي سيره انقاذها من الحادثه من 3 سنين وبتكون البنت هتقول لها الحقيقه اللي هيون خباها، مش بيكملوا كلامهم بسبب ان في خبر بينزل على شبكه المعلومات كذب عن سمعتها. وعشان كده طبعا بيري بتقوم بسرعه وبتكون لازم تحل المشكله، وبتروح للمدير القديم بتاعها وبتقول له بعصبيه انها عايزاه يشيل الاخبار الكذب دي من على النت ويكذبها قدام الناس والا هتفضحهم وتدمرهم. وساعتها هو بيرفض ببرود وبيقول انه مش بيخاف من حد وانها ما تقدرش تعمل حاجه ضده. وعشان كده بيري بتمسك تليفونها وبتعمل مكالمه تليفون واحده قويه جدا وبتطلب من محامي الشركه الكبيره بتاعها انه يرفع عليهم دعوه قضائيه بالتشهير. وبعدين بترجع بيري على شركتها الجديده بكل ثقه، وهناك بتلاقي ان هارو واقف بره مستني رئيس الشركه عشان يعتذر له، ولكن هي بتستغل الوضع وبتقول له في وشه انها رفعت عليه دعوه طلاق رسميه وان هي هتكسبها قريب جدا وان هي مش عايزه تشوف وشه في حته تانية للابد. ولما بيتعصب وبيحاول انه يمد ايده عليها ويضربها تاني قدام الناس بيوصل هيون في اللحظه الحاسمه دي وبيمنعه وبيمسك ايده بقوه وبيقول له بتحذير انه مش هيسيبه يمد ايده على بيري مره تانية ابدا، ولو فكر يعملها هيقطع له ايده. وساعتها طبعا هارو بيتهم بيري بصوت عالي ان هي كانت بتخونه الفتره اللي فاتت مع الراجل ده وان هو يسجنهم كلهم. ولما بينزل مدير الشركه بتاع هارو بيبدا هارو يتكلم معاه بسرعه وبيقول له الناس اللي قصاده دول عايزين يوقعوا ما بينهم، ولكنه بيتفاجئ وقتها لما المدير بيقول له باحترام شديد ان اللي قصاده دول هم هيون الرئيس التنفيذي الاكبر لشركه جيانج العظيمه، وبيري هي مديره الاستثمار الجديده اللي هو كان هيموت ويقابلها. وطبعا وقتها الصدمه القويه دي بتخلي هارو مش قادر حتى انه يتكلم وبيقف مكانه من الصدمه. وبعدين بتخش بيري هي وهيون على الشركه بكل شموخ وبتقول له وهي ماشيه انها مش عايزه اي كلام يجي عليها وعشان كده هتشيل ايدها تماما من مشروع هارو الفتره اللي جايه. وهو طبعا بيوافق على طول عشان مصلحتها. ولما هارو واقف بره مصدوم بيرن على مدير شركته، المدير بيرد عليه بعصبيه وبيقول له انه مش عايز يسمع اي مبررات فارغه وان هو بس عايز يسمع اخبار حلوه عن العقد اللي ضاع بسبب غبائه. ولكن قبل ما هارو يسمع الاخبار الحلوه او الوحشه بيجي له المساعد بتاعه بجري باخبار وحشه جدا، وهو ان المحكمه عايزاهم فورا عشان شركه جيانج رفعت عليهم قضيه تعويض ضخمه. وساعتها هارو بيحس ان الدنيا بتنهار فوق دماغه وبيروح جري على شركه بيري وبيقابلها بره وهي خارجه وبيقولها بدموع وهو راكع لها على الارض قصاد كل الناس انه متاسف وندمان وانه مش هيعمل اي حاجه تضايقها تاني ابدا. بس هي بتبص له باحتقار وبتقول له انها عايزاه يكمل في فكرته العقيمه عن الستات وقد ايه هم ما يستحقوش اي شغل في الدنيا وان هو هيفضل كده طول عمره فاشل. ولكن في الوقت ده بتيجي حماتها ام هارو وبتشوف ابنها الغالي راكع، وهارو بيقول لامه وهو بيعيط ان
ان هو كان غلطان، وان هو الفتره اللي فاتت الفلوس والمناصب كانت عاميه عينه، وان هو كان تحت ضغط نفسي كبير. وطبعا امه بتدافع عنه بجهل وبتطلب من بيري انها تكون ست كويسه وتسامح جوزها، بس بيري بتوصلهم بقرف وبتقول ان الكلام اللي في الشارع مش هينفع، وان هم لازم يرجعوا البيت يحلوا مشاكلهم. وفعلا بتاخدهم في عربيتها الفخمه، وقبل ما يخشوا البيت بتيجي لبيري مكالمه تليفون مهمه، وعشان كده بتطلب منهم يخشوا البيت وهي تيجي وراهم. ولكن المساعد بتاعها في التليفون بيقول لها سر خطير، هو ان جوزها هارو هو نفسه اللي كان بينشر عنها الشائعات القذره دي على النت. وعشان كده بيري بتغير فكره المسامحه اللي كانت في دماغها تماما وبتتحول لغضب، وبتخش البيت ولكن وهي معاها المحاميه بتاعتها الخاصه واتفاق الطلاق في ايدهم. وطبعا حماتها اول لما بتشوف الورق بتقول ان الكلام ده كله وقت عصبيه، وبيفضل هارو يتاسف منها، ولكن هي بتقول بحسم انها مش عايزه اي كلام كدب تاني، وان هي عايزه منهم التعاون عشان خاطر يخلصوا الموضوع ده بهدوء، وان هي عايزه البيت يفضى حالا لان ده بيتها من حر مالها. ولما هارو بيحاول يضغط عليها عاطفيا وبيقول لها انه انقذها زمان وفداها بحياته، بتقول له بابتسامه سخريه انها عرفت الحقيقه الكامله، وان هو شخص كذاب، وان هيون هو البطل اللي انقذها، وان هي خلاص مش عايزه منه اي حاجه غير انه يخرج من حياتها. هو بيفضل قاعد في الارض مكسور هو وامه ندمانين على كل حاجه خسروها بسبب طمعهم. وبعد مرور 5 شهور على الاحداث دي بنشوف بيري في قمه نجاحها، وان هي اسست شركه جديده ضخمه خاصه بيها، وفي بنات بس هم اللي بيشتغلوا معاها وبتمكنهم من النجاح. وكل البنات اللي بيشتغلوا معاها في الشركه بيقولوا لها ان هم مبسوطين جدا ان هم معاها وبيتعلموا منها كل يوم. ولكن بيري بتكمل حياتها وحيده وقويه من غير زوج يكسرها ولا حبيب يخونها، لانها بتكون كرهت كل الرجاله وعايزه انها تعمل اسم كبير في السوق وتنجح. وبيخلص ملخصنا على كده.